مو بس فوضى في سوق العمل، وإنما لعبة، صايرة لعبة في سوق العمل. والحكومة للأسف مي جادة في إصلاح سوق العمل، والدليل أن الرئيس التنفيذي شالته من هالمكان وحطته في مكان أعلى بعد. يعني قاعدين يدارون على الفساد، حتى ما في محاسبة ولا في حتى أدنى احترام للجنة التحقيق. هل تحاسبت الرئيس التنفيذي لسوق العمل؟ لا، سلام راحت. احنا هني عندنا فساد، اكتشفنا وجود فساد، تشوهات في سوق العمل، فوضى كبيرة في سوق العمل. أصلا يعني حتى يوم رحنا هناك كانت سياسة أبواب مغلقة، مو راضين ندخل سوق العمل ولا راضين ندش مبانيهم، سكروا في وجهنا الأبواب. حتى ملفاتهم ما يبون نطلع عليها، حتى دخولنا إليهم يبون دائما بموعد. موظفين هيئة سوق العمل كانوا يقولون إلينا إن من تجون إلينا يعطونا تنبيهات وتحذيرات بإفضاء المبنى من جميع الأجانب. يعني تخيل إحنا نروح مبنى حماية عمالة أجنبية، ولا نروح مبنى مفترض يكون فيه يعني الحركة الطبيعية للعمالة الأجنبية، ما في ولا أحد، مبنى فاضي. نسأل منك يقولون لنا لا، تم إلغاء جميع المواعيد في اليوم اللي إحنا وصلنا. إنزين، شفنا ملفات، حتى الملفات الموجودة شايلينهم، بس في ملفات كانت مقفلة في داخل خزانة مقفلة، طلبنا الاطلاع عليهم رفضوا. بعد إصرار وبعد ما إحنا قلنا لهم بحق الدستور نحن لجنة تحقيق ومن حقنا نطلع عليها، يلا راونا هالملفات، ملف ورقتين ومنعوا حتى نسخها، وفيها بلاوي. يعني فيها شلون المواطن البحريني قاعد يقدم شكاوي على عمال هاربين، وكيف ان هيئة سوق العمل تقف مع العامل ضد المواطن. شفنا محاضر الشكاوي، يعني هذه بس أوراق معينة اللي شفناها، وشفنا شلون أن العامل الأجنبي يخير ما بين أنه يكون مهندس أو يكون يعني ممرض أو يكون يعني عنده 3 خيارات، يقدر بدون حتى طلب شهادة مصدقة، بدون حتى رد اعتبار أو شهادة مثل ما نقول حسن سير وسلوك. احنا هنا المواطن البحريني علشان يشتغل في اي مكان تعال جيب حسن سير وسلوك، واذا عليه قضية قديمة تعال جيب رد اعتبار، وبعد ما يتوظف، واحنا عارفين هاي الشيء. نقطة ثانية، يوم من الأيام أيضا رحنا أحد مباني هيئة سوق العمل، وشفنا سيدات عربيات شفناهم، وكانوا الموظفين يقولون لنا تقدرون تسألونهم، يعني روحوا تأكدوا. احنا ما سألناهم احتراما لوجود يعني الزائرين، ما سألناهم، لكن أخذنا معلوماتهم. سألنا مدخل البيانات، يا فلان شنو قصتهم؟ قالوا لنا والله جايين يعدلون وضعهم إلى مستثمرات. زين، وين كانوا؟ يقولون لنا دشوا أيام الفورمولا بفيزا زيارة. حلو، إذا هم الحين بيصيرون مستثمرات. إذا شنو السجل مالهم؟ يقول لك سجل ديكور. وين مكانها السجل الديكور؟ في منطقة السنابس، في شقة في منطقة السنابس. هذه نفس القصة مالت هذه توضيح للقصة اللي قالها بوعنق. نقطة ثانية، سوينا اتصالات منك، سألناهم قلنا لهم هاي شنو قصتهم؟ قالوا لنا والله هذا كفيلهم فلان شنو قصته؟ كفيلهم تو طالع في قضية دعارة، مطلعين قضية دعارة، ومعروف عنه يجيب هالجنسيات العربية ويقطهم. فيعني ليش أصبحت سوق العمل مظلة للدعارة؟ وما أعتقد بس هاي الأربعة إحنا اللي صدناهم، ترى إحنا شفناهم صدفة، يعني مظلة. لا غلط هالكلام. ليش ما يجوز؟ قرآن يعني. إنزين شو صلحوا الوضع، اصلحوا الوضع. إذا شو تسميها؟ أن 4 سيدات عربيات من مستثمرات إلى وإحنا شفنا التاريخ والهستوري دعارة، تو كفيلهم طالع من قضية دعارة في مركز الشرطة في النيابة. ليش جايين؟ يعني شنو عندهم هالمستثمرات؟ ديكور؟ احنا ناقصين ديكور اصلا؟ عندنا خريجات ديكور، عندنا خريجات جرافيك، عندنا كل انواع الخريجات. ليش اصلا نشرعن وجودهم؟
قاعدين يدشون من بوابة الفورمولا نحو الدعارة في البحرين. 30 وقفوا ثانية. هذا الموضوع. 30 ثانية نائب زينب. 30 ثانية بس أقول لك، يعني أتمنى ونطالب بإيقاف مهزلة، هذه المهزلة في البحرين، وإصلاح سوق العمل، وقفة جادة طالبين، ومحاسبة جميع من تسبب في هذا الوضع. شكرا. سعادة نائب زينب، لازم نستخدم كلمات تناسب المجلس.